ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هنتكلم عن واحد من احدث انتاجات منصة نتفليكس، وهو مسلسل بوي سوالوز يونيفرس. المسلسل بتاعنا هو مسلسل مقتبس من رواية بنفس الاسم للكاتب ترينت دالتون. المسلسل نفسه بقى مكون من 7 حلقات، وكمان المسلسل بتاعنا للكبار فقط لانه بيحتوي على كتير من المحتوى العنيف. والمسلسل بتاعنا من بطولة فيبي تونكن وترافيس فيمل وسايمون بيكر، بالاضافة للاتنين دول اللي مش عارف اسمهم قوي بصراحة. وكالمعتاد عشان ما اطولش عليكم خلونا ننتقل للحلقه بتاعتنا. بس قبل ما نروح الحلقه ما تنسوش لو الحلقه عجبتكم تبقوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تبقوا تفعلوا زر الجرس وتسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات. دلوقتي بقى يلا بينا ندخل على الحلقه. Amelia Bell, I got a story. What kind of story? It's a crime story. قصة المسلسل بتاعنا بتركز على أسرة مكونة من 4 أفراد. أول 2 من ال4 اللي عندنا وهم الأخين جاس وإيلاي، والاتنين التانيين اللي بيكونوا الأم وزوج الأم وهم فرانكي ولايل. وأحداث المسلسل بتاعنا بتركز على إيه اللي بيحصل للأسرة دي بعد ما بنعرف إن في واحد منهم متورط في تجارة المخدرات، والواحد ده كان متورط في تجارة المخدرات في محاولة منه للارتقاء بمستوى المعيشة اللي عايشاه أسرته. ولكن للأسف الموضوع ده بينتج عنه سلسلة من الأحداث المؤسفة والصادمة اللي بتمر بيها أفراد الأسرة بتاعتنا، واللي كلها بتحصل في نطاق مليان بالمغامرة والتوتر والإثارة والدراما. من أول الحاجات اللي عجبتني هنا في المسلسل وهي طريقة السرد. أولا لأن طريقة السرد بتاعتنا متميزة جدا، وكانت ناجحة جدا في إنها تعرف تخلي المشاهد يبقى مهتم بالأحداث اللي بتحصل ويبقى مركز معاها وبيتفاعل معاها كمان. وده اللي كان بيحصل من خلال تفرعات كتير للقصة بتاعتنا، واللي من وجهة نظري غالبيتها كان موفق. وكمان طريقة السرد كانت ناجحة لأنها كانت عارفة تظبط البيسنج بتاع الأحداث بشكل كويس، خصوصا إن احنا المسلسل بتاعنا بيتنقل ما بين أجواء كتير. ولكن من وجهة نظري الذكاء الإخراجي هنا في المسلسل في إن هو عرف يوظف لك الأجواء دي بطريقة صحيحة. يعني هتلاقي شوية المسلسل بيركز على الجانب الدرامي أكتر وبيركز على الشخصيات بشكل أكبر، وفي وقت تاني هتلاقي المسلسل بيركز لك على أحداث مليانة بالإثارة والتوتر، أحداث تحسسك إن أنت إلى حد ما في مغامرة. ممكن تكون مغامرة قاسية شوية وصادمة حبتين، ولكن ما زالت مغامرة. زود على كده كمان ان المسلسل ليه ستايل اخراجي متميز جدا برضو وعجبني جدا. برضو من الحاجات اللي عجبتني جدا هنا في المسلسل وهي ان المسلسل كان مهتم جدا باستعراض ماضي الشخصيات الرئيسية بتاعتنا، واللي من خلاله المسلسل كان بيهدف لخلق تعاطف بين المشاهد وبين الشخصيات الرئيسية بتاعتنا. وبصراحة في نقطة التعاطف دي او التفاعل مع الشخصيات فانا شايف ان المسلسل نجح فيها بكل جدارة، لان لقيت نفسي فعلا مهتم بالاحداث وفعلا مهتم ان انا اعرف ايه اللي هيحصل لكل شخصيه. اوقات كتير كنت بلاقي نفسي عايز اعرف هي المشكله دي هتتحل ازاي، وابقى قاعد متوتر كده وابقى عايز اعرف ايه اللي هيحصل فعلا. وده في غالبيه الوقت بيبقى نابع من قلقي على الشخصيه اللي بتمر بالحدث. وفي وقت تاني ممكن تلاقيني حزين بسبب موقف معين مر بيه احد ابطالنا، وده برضه لسبب ان انا اتعلقت بالشخصيات دي جدا. فدي نقطه كانت متميزه جدا هنا في المسلسل بتاعنا. كمان عجبني جدا ان المسلسل كان عارف يقسم وقت الشاشه بتاعه بشكل محترم جدا بين كل الكاست بتاعه. انا عن نفسي وانا بتفرج ما حسيتش ان في اي شخصيه طلعت معانا هنا في المسلسل كانت مظلومه او كانت محتاجه تاخد وقت زياده اطول من كده شويه على الشاشه، لان المسلسل كان عارف يدي لكل شخصيه حقها ان كانت من الشخصيات الرئيسيه او من الجانبيه. اهم حاجه ان هو كان بيهتم بكل الشخصيات اللي مهمه في الاحداث بتاعتنا، وده شيء انا حبيته جدا بصراحه، وخلاني مش بس اتعلق بالشخصيات الرئيسيه، لا انا كمان حبيت الشخصيات الفرعيه واللي بعضها ممكن يكون ما ظهرش في المسلسل كله غير مثلا 3 مشاهد بس او حاجه زي دي. وده شيء انا حبيته جدا هنا في المسلسل. وعلى فكرة برضو المسلسل كان شاطر جدا في ان هو يبني لبعض الاحداث من البداية، وبتبني بصراحة بطريقة انت ممكن ما تتوقعهاش اصلا، وده شيء انا حبيته جدا واحترمته جدا في المسلسل. كمان فيه اهتمام هنا في المسلسل اكتر من رائع بتصميم كل شخصية وبتفاصيل كل شخصية، كمان من ناحية الشكل او الميك اب او طريقة الكلام او الاكسنت. كل الكلام ده المسلسل كان مهتم بيه بشكل رائع، وده نتج عنه من وجهة نظري شخصيات متميزة جدا، يمكن باستثناء شخصية واحدة وهي شخصية جاس. أولا لأن أداء الشخصية دي يعتبر الأضعف ما بين الأداءات اللي موجودة في المسلسل كلها. ثانيا لأن أنا كمان كمشاهد وأنا بتفرج ما حسيتش إن الشخصية دي كان ليها أي نوع من أنواع التأثير على الأحداث بتاعتنا. يمكن كان للشخصية تأثير على الأحداث بس في آخر الحلقات في المسلسل، ويمكن في حدث واحد بس مش أكتر، ولكن غير كده هي بالنسبة لي شخصية ملهاش أي 30 لازمة. ولو أنت فاكر إن مشاكل الشخصية كده خلصت
يبقى انت غلطان، لان المسلسل بتاعنا قدم عنصر خارق للطبيعة متعلق بالشخصية بتاعتنا ديا برضه، واللي برضه عنصر ما كانش ليه اي لازمة. يمكن تم استغلاله اخراجيا بطريقة ذكية شوية علشان نضيف بعض التوتر، ولكنه عنصر لا ساهم في الاحداث باي حاجة ولا حتى تم تبريره بشكل كويس. وزي ما اتكلمنا دلوقتي عن اكتر شخصية شايف ان ملهاش لازمة وشايفها من اسوأ شخصيات المسلسل لغاية دلوقتي، فأنا حابب أتكلم معاكم عن أكتر شخصية عجبتني، وبالتأكيد أكتر شخصية عجبتني هنا وهي شخصية روبرت. أولا لأنها معمولة بأداء رائع من سايمون بيكر، ولو أنتم ما تعرفوش برضو الراجل دون اللي كان عامل شخصية باتريك جين في مسلسل ذا مينتالست، واللي هو مسلسل لذيذ جدا بصراحة برضو بس طويل قوي، لو فاضيين ابقوا اتفرجوا عليه لأن المسلسل مسلي جدا بصراحة. المهم يعني هو هنا كان مقدم أداء رائع، زود على كده كمان اهتمام المسلسل بماضي الشخصية، واللي يمكن نكون مرجعنالوش بشكل كبير ولكن المسلسل بتاعنا كان ذكي كفايه لدرجه انه لما قرر يختار موقف او اتنين هيزورهم من ماضي الشخصيه او حتى هيذكرهم في الاحداث بتاعته يكونوا هم الحاجات اللي انت محتاجها بس علشان تحب الشخصيه وتتعلق بيها. وبصراحه النقطه دي بالذات تنطبق على الطريقة بتاعة تعامل المسلسل مع الشخصيات كلها، لأن المسلسل كان ذكي جدا في إنه يختار المواقف اللي تخليك تتعلق بكل شخصية، وبالذات كمان لو بنزور الماضي بتاعها كان بيعرف يختار المواقف القليلة جدا اللي من خلالها يخليك تتعاطف مع الشخصية. فالموضوع ده برضو موجود هنا في شخصية روبرت. وبالإضافة للموضوع دون زائد موضوع الأداء، فكان فيه برضو اهتمام محترم جدا بمعاناة الشخصية، وكمان كان فيه اهتمام محترم جدا ورائع جدا بشكل الشخصية، والكلام ده كله هو اللي خلى شخصية روبرت بالنسبة لي هي أحسن شخصية في المسلسل، وبالتأكيد كانت واحدة من أكتر شخصيتين كنت متعاطف معاهم في أحداث المسلسل كلها، وكذلك بتحمل واحد من أفضل أدائين هنا في المسلسل من وجهة نظري. وبما إننا بدأنا نتكلم عن الأداءات فخلونا نتكلم عن أداءات الكاست كله. طبعا احنا قلنا إن روبرت شخصية أدائها أكتر من رائع، بقية الأداءات بقى كلها كانت في مستوى محترم جدا بصراحة هنا في المسلسل بتاعنا. أول حد حابب أتكلم عنه وهي فيبي تونكن، وبصراحة هي كانت عاملة دور معقول، ما حسيتش إن بيواجهها فيه تحديات كبيرة قوي، ولكن كانت عامله دور كويس. ترافيس فيمل برضو هنا كان عامل اداء محترم، ودي يمكن تكون اكتر مره كنت مقتنع فيه بدور غير راجنر، لان في كذا عمل من اعماله التانية كنت بحس ان هو عنده اداء واحد وثابت عليه، الاداء اللي ممكن يكون اصلا كلنا شفناه لاول مره وتعرفنا كمان على الممثل من خلال مسلسل فايكنجز، واللي كمان كان متكرر جدا في المسلسل اللي عمله الفتره اللي فاتت اللي هو تقريبا اسمه ريزد باي وولفز. حسيت برضو ان الادائين كانوا متقاربين، ولكن هنا الى حد ما مقتنع ان هو عامل شغل افضل بكتير. الولد الصغير بقى اللي كان عامل شخصية إيلاي ده يعتبر تاني او اول، لسه ما قررتش بصراحة، افضل اداء هنا في المسلسل. هو وشخصية روبرت يعتبروا قدموا افضل ادائين في المسلسل كله. بالنسبة لطفل بامانة الولد ده عامل شغل رائع، وبشكل عام حتى الشخصيات الجانبية اللي ظهرت معانا هنا في المسلسل كانت مقدمة اداءات لذيذة جدا برضو. كمان احنا المسلسل بتاعنا كان بادئ بتون احداث قاسية الى حد ما، وده شيء بصراحة كان عاجبني جدا، ولكن الموضوع ضايقني شوية لما المسلسل بدأ واحدة واحدة يخفف من الحدة أو القسوة بتاعت التون بتاعته، لدرجة إن في أحيان كتير كمان كانت التون دي بتختفي، وبالتأكيد التون دي قلت خالص إن ما كانتش اختفت كمان في آخر 3 حلقات. ده شيء ما عجبنيش قوي، ولكن الى حد ما ده مش معناه ان مستوى ال3 حلقات الاخرانيين كان وحش. بالنسبه لي كان اقل شويه من اول 4 حلقات لانه فقد واحد من العناصر اللي كانت بتميز المسلسل من بدايته. كمان احنا عندنا مشكله في منطق وتصرفات شخصيه جاس، وده طبعا احنا هنتكلم عنه براحتنا جدا في فقره الحرق، ولكن بشكل عام منطق الشخصيه مع وجودها مع كل تصرفاتها كان غير منطقي بالنسبه لي تماما. في برضو حاجه حصلت في اخر حلقه في يعتبر اخر 10 دقائق او ربع ساعه كده، وحسيت انها مش واضحه قوي وكانت محتاجه تفسير او تبرير او توضيح اكتر من كده شويه، وده للاسف ما حصلش. وللعلم الحاجه اللي انا بتكلم عليها دي حاجه مهمه جدا، وعلى فكره احنا برضو هنرجع لها تاني في فقره الحرق. النهايه بتاعت المسلسل بتاعنا كانت حلوه جدا والى حد ما منطقيه، وانا عن نفسي حبيتها، بس انا عن نفسي شايف ان المسلسل كان محتاج ياخد منعطف تاني خالص في النهايه بتاعته، كانت هتخليها من وجهه نظري افضل بكتير، ولكن ده ما يمنعش ان النهايه اللي اتقدمت هنا كانت كويسه. خلونا بقى نلخص الكلام اللي احنا قلناه ده كله. المسلسل بتاعنا مسلسل حلو جدا، مسلسل درامي في إثارة، في توتر، في مغامرة، في شخصيات مصممة بعناية، في أداءات رائعة للشخصيات دي، في ستايل إخراجي متميز وطريقة سرد حلوة جدا. في بعض الأوقات المسلسل كان بيبقى قاسي، ودي واحدة من العناصر اللي عجبتني فيه أصلا، ولكن للأسف المسلسل بتاعنا مش مثالي، عنده مشاكله اللي موجودة واللي باينة بشكل واضح جدا. عشان كده تقييم النهائي لمسلسل بوي سوالوز يونيفرس هو 7/10. طبعا أتمنى تكون الحلقة عجبتكم،
ولكن حابب احذركم ان احنا هنبتدي في فقرة الحرق، فلو انتوا لسه ما اتفرجتوش على المسلسل ومهتمين ان انتوا تتفرجوا عليه انصحكم ان انتوا تخرجوا من الحلقة بتاعتنا قبل الصفارة. خلونا نبتدي فقرة الحرق بتاعتنا بالكلام عن شخصية جاس. شخصية جاس اتضاف لها عنصر خارق للطبيعة كده اللي هو بتاع انه تقريبا بيشوف اجزاء معينة من المستقبل. اولا الموضوع دون ما استخدمش في الاحداث باي شكل من الاشكال، كان بس بيوري لك ان جاس بيشوف لقطات معينة وبيتوتر بسببها وخلاص. طيب هل كان بيتصرف مثلا وكان بيحاول يعمل حاجة علشان يحاول يفهم ايه اللي كان هيحصل ويمنعه؟ لا يا عم ما حصلش. طب هل كان بيحاول يشرح الكلام دون لمثلا اخوه إيلاي علشان لو حصل حاجة يبقى مخلي باله؟ برضه لا يا عم ما حصلش. المشكلة ان حجته على فكرة انه ما بيشرحش الحاجات اللي بيشوفها، ان هو بيشوف لقطات بسيطة، مع ان عادي في اعمال تانية كتير كان في حاجة مشابهة بتحصل، حد بيشوف لقطات بسيطة بس بيشرح اللقطات دي عبارة عن ايه. وفي غالبية الاوقات الموضوع دون بيكون مفيد، بيبقى مفيد لتجنب الخطر او لاي حاجة تانية، يعني علشان خاطر نمنع حاجة وحشة ممكن تحصل في المستقبل. ولكن لا، احنا عندنا جاس هنا بيشوف اللي بيشوفه وبيقعد ساكت. زود على كده كمان ان في كل حاجة كانت بتحصل هنا في المسلسل كان دايما اللي بيقوم بيها إيلاي اللي هو الأخ الأصغر. ده حتى لما لقوا بقية الحاجات اللي كانت مع شخصية لاي المتشالة عندهم في البيت القديم اللي كانوا قاعدين فيه، يعني تخيل كده في الحالة دي لما يفكروا يبيعوها مين اللي المفروض يتحرك؟ المنطق يقول ان محدش هيعمل حاجة زي دي اصلا، ولكن لو حد هيعمل هيبقى الأخ الكبير. ولكن لا، احنا عندنا جاس هنا ملوش دعوة بأي حاجة وإيلاي بس هو اللي بيتحرك، يعني لا بيتدخل علشان يساعد أخوه في الحاجات الخطر اللي بتحصل معاهم يوم بيوم، ولا بيحكي لأي حد تفاصيل الكلام اللي بيشوفه في دماغه دون أو الصور اللي بيشوفها في دماغه دي علشان يساعد. وحرفيا دوره الوحيد المهم ان هو قدر في الاخر ان هو يموت ايفان كرول، وده طبعا الشيء اللي تسبب في انقاذ اخوه. ولكن غير كده هو يعتبر ما قدمش اي حاجه في الاحداث بتاعتنا. ده بالاضافه لان موضوع ان هو بيشوف لقطات من المستقبل دي ما تمش تبريره او توضيحه. زود على كده كمان الكلمه اللي هو قالها بتاعه ان الراجل اللي بيتصل على التليفون اللي تحت دون هو انا من المستقبل. الموضوع ده برضه ما تمش توضيح هو كان مين فعلا اللي بيتصل، وكان بيتصل ازاي والتليفون اصلا مش متوصل. فللاسف احنا عندنا هنا حاجات كتيره قوي فيها مشاكل وغالبيتها متعلقه بشخصيه جاس، فده اللي خلاني ما احبش الشخصيه قوي، بالاضافه لانه كان بيقدم الاداء الاضعف ما بين كل الناس اللي في المسلسل. في حته برضو ما عرفتش اتكلم عليها في الحلقه علشان ما احرقش عليكم اي حاجه، وهي اداء الولد اللي كان بيمثل شخصيه إيلاي بس وهو كبير. الولد ده يعتبر اول ما ظهر في الحلقه السادسه انا ما كنتش حابب قوي النطه اللي هم عملوها، لاني كنت بالفعل مستمتع جدا باداء الطفل الصغير اللي مديك كده اللي هو ايه مزيج ما بين الثقه وفي نفس الوقت الفضول وحاجات كتيره قوي، وكان مقدم اداء رائع. فده خلاني الى حد ما لما نبقى داخلين على الحلقه السادسه ونبتدي نغير الممثل اكون متضايق شويه، ولكن بصراحه الولد قدم اداء كويس جدا وكسبني بسرعه. فده موضوع انا حبيت اكد عليه هنا لانه فعلا قدم اداء كويس جدا في اخر حلقتين من المسلسل اللي هم الحلقتين اللي هو ظهر فيهم اصلا. واخر حاجه عندنا في فقره الحرق وهي الحاجه اللي حصلت في اخر الحلقه الاخيره. في نهايه الحلقه الاخيره بعد ما ايفان كرول مات وتايتس اتسجن والناس كلها بقت زي الفل، بنشوف لقطه سريعه كده او مشهد سريع لتايتس وهو خارج من مكان شبه المستشفى، واثناء ما هو ماشي بياخد مشرط من على ترابيزه ما، وواضح كده انها اشاره لانه رايح يأذي حد. وده بيحصل في التوقيت اللي احنا عارفين فيه ان شخصيه روبرت وإيلاي موجودين في المستشفى لانهم اتصابوا اصابات قويه جدا في الحفله. ولكن بعد اللقطه السريعه دي ما بنشوفش اي حاجه تانية عن تايتس، يعني مثلا هل هو هرب او عرفوا يبرئوه؟ انا اعتقد لا، لان الاحداث اللي حصلت في الاخر مع الفويس اوفر مع المقاله مع الكلام ده كله بيقول ان هو مستحيل يتبرأ، او على الاقل في التوقيت اللي احنا قفلنا فيه الاحداث بتاعتنا ما كانش اتبرأ ولا كان خرج. فخلينا بس مع الاعتبار الاولاني بتاع انه ما اتبرأش دون. لو هو كان خرج يعني كان هرب ساعتها او كان دفع لاي حد من الضباط اللي موجودين علشان يهربوا، فاحنا ليه ما شفناش هو هيعمل ايه بعد كده؟ هل هيروح يأذي الاسره فعلا؟ اللي احنا شفناه انه برضه لا، لان المشهد اللي خرج فيه تايتس كان باين ان هو في مستشفى، واحنا شفنا احداث مهمه في المستشفى في الحلقه الاخيره، وشفنا ما بعد المستشفى كمان، فاكيد كده ابطالنا خرجوا سلام. يبقى ايه بقى لازمه المشهد بتاع تايتس في النهايه؟ انا عن نفسي ما اعرفش ومش عارف ده تبريره ايه او محطوط ليه اصلا، مع العلم ان مجرد ان انت توحيلي ان شخصيه زي دي خرجت من السجن دي حاجه مهمه جدا في الاحداث بتاعتنا، لان خلاص بقى في بينه وبين اسره إيلاي كلها على بعضها كده عداء رهيب، لان هم اللي فضحوه وذلوه قدام الناس كلها وكانوا السبب في سجنه. فده معناه انه لو خرج في الغالب هيأذي حد فيهم، فانت تيجي تحط لي مشهد زي ده وتقريبا كده كل الاشارات بتقول انه مشهد مش حقيقي اصلا، يبقى انت حطيته ليه؟ يعني ايه الهدف من وجوده؟ طب هل ليه معنى وانا ما فهمتوش؟ لو ليه معنى وانا ما فهمتوش يا ريت اللي فهموا منكم يكتبوا لي تحت في الكومنتات، فلو فعلا ما حدش عارف يفهمه
عنه أو محدش لقاله تفسير، فأعتقد إن دي نقطة من النقط السلبية اللي موجودة هنا في المسلسل. ومع وصلنا للنقطة دي حابب أقول لكم وبس كده. دي كانت كل حاجة عندنا عن مسلسل بوي سوالوز يونيفرس. كالمعتاد ما تنسوش لو الحلقة بتاعتنا عجبتكم تبقوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش برضو تبقوا تفعلوا زرار الجرس وتعدوا على اللينكات اللي موجودة تحت في الديسكريبشن. وكالمعتاد كان معكم مارو من مارو ريفيوز، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.